ازيكم، اخباركم ايه؟ ده فيديو سريع كده بدون اعداد تقريبا بمناسبه الاحداث اللي بتحصل. بس اسطول الصمود العالمي، ماله اسطول الصمود العالمي؟ يعني اعترضوه يا عم اللي ما يتسموش دول في المياه الدوليه، واستولوا على المساعدات واحتجزوا كل المشاركين فيه، وضاع الامل في كسر الحصار اللي كنا مستنيينه من مده. بس كده يعني؟ ايوه، امال ايه؟ لا يا عم، مش بس كده. انا هعرفك ايه نتيجه اللي حصل ده كله وتاثيره على اللي جاي. في البدايه خليني اقول لك ان اسطول الصمود العالمي مش اول محاوله لكسر الحصار عن قطاع غزه، وبرضه على فكره مش هيكون اخر محاوله. لا، ده الموضوع ده بادئ من فتره طويله. لو رجعنا بالزمن لورا وتحديدا سنه 2007 وقت بدايه تنفيذ الحصار البحري على قطاع غزه عن طريق جيش الكيان، هتلاقي ان في عشرات السفن حاولت فعلا كسر الحصار، منها اللي نجح زي السفينتين غزه الحره والحريه لما طلعوا من جزيره قبرص ووصلوا فعلا لشواطئ قطاع غزه بعد بدايه الحصار مباشره، ونجحوا فعلا في كسر الهيمنه والتكبر الاسرائيلي ولو رمزيا. حتى تلاها محاولات تانية تقريبا كلها فشلت في مهمتها، وده بسبب اعتراض بحريه الكيان ليهم. لكن كان اهمهم اسطول الحريه، واللي كان سنة 2010 بالتحديد. في نهاية شهر مايو كان أسطول الحرية اللي متكون من 6 سفن واللي كانت بتقودهم السفينة مرمرة التركية كانوا بيستعدوا لدخول المياه الإقليمية للقطاع، وكان مشارك في الأسطول ده حوالي 750 ناشط من أكتر من دولة. طبعا الأسطول تم اعتراضه كالعادة، لكن اللافت في الموضوع إن حصل مشادات ما بين النشطاء المشاركين في الأسطول ده وما بين قوات جيش الكيان. وقتها المجرمين أطلقوا النار على عدد من المشاركين في الأسطول، مات منهم 9 أفراد واتصاب 26 تانيين في واحدة من أبشع الجرائم اللي قال فيها الاحتلال للعالم كله ان انا مش بيهمني اي حد وهخترق كل القوانين الدوليه المعروفه. طبعا بعدها كان في محاولات كتيره زي اسطول الحريه 2 وسفينه ستيل السويديه اللي حاولت توصل لشواطئ القطاع، واسطول الحريه 3 وغيرها وغيرها. وطبعا بعد الحرب الهمجيه الاخيره على قطاع غزه واللي بيحصل فيها اباده جماعيه وتجويع لاخواتنا هناك، حصلت 3 محاولات لكسر الحصار. اولهم كانت السفينه مادلين اللي انطلقت في يونيو 2025 وطبعا فشلت في هدفها، وبعدها على طول في شهر يوليو تنطلق السفينه حنظله وبرضه يتم اعتراضها وتفشل في مهمتها. ثم اخيرا وليس اخرا اسطول الصمود العالمي اللي عدده كان بيقارب 55 سفينه، واللي احنا كلنا شفنا ان تم اعتراضه برضه. لكن خلينا اديك كام نقطه كده بالنسبه لاسطول الصمود العالمي. اول حاجه ان وصل عدد المشاركين في اسطول الصمود العالمي حوالي 500 مشارك من 46 دولة مختلفة، منهم نواب ومؤثرين ونشطاء، وده طبعا رقم كبير جدا بالنسبة للمحاولات السابقة، وكان ممكن العدد يكون أكتر من كده لولا تعثر انضمام بعض السفن التانية ليه. تاني حاجة إننا أول مرة نشوف سفن حربية تشارك في الأسطول، حتى ولو كانت للتأمين في المياه الدولية، وحتى لو كانت لمدة قصيرة ورجعت، بس ده يديك دليل إن فعلا فيه دعم دولي للأسطول. ثلاثة، حتى لو الأسطول ده ما وصلش لشواطئ غزة فهو وصل لقلوب كل الغزاويين، والناس هناك عرفت إن أنظار العالم كله عليهم وإن المحاولات هتفضل مستمره لانقاذهم. 4، الاسطول ده باين لنا قد ايه ان الكيان بقى في عزله دوليه، وان الناس حوالين العالم بقت بتكرهه وواقفه في صف الشعب الفلسطيني. والدليل على كده ان الناس اول ما عرفت ان في محاولات لاعتراض الاسطول خرجت من كل مكان في العالم علشان تتضامن معاهم. 5، كميه التغطيه الاعلاميه للاسطول كانت كبيرة جدا، وشفنا الأسطول ده وهو في رحلته بشكل مباشر، والصورة وصلت لكل بيت في العالم مهما حاولوا تعتمه. 6، المواقف الدولية والإجراءات اللي تم اتخاذها بتبين لك قد إيه إن الكفة فعلا بدأت ترجح لينا، وإن ميعادهم قرب إن شاء الله. وطبعا كلنا شفنا التصريحات والإجراءات اللي خدتها دول زي كولومبيا وفنزويلا والبرازيل وأسبانيا وغيرها وغيرها. رقم 7، نكرر من تاني، الكيان ده متعلق بشيء واحد بس، لو تخلى الشيء ده عنه هو مع السلامة كده. وطبعا كلنا عارفين ايه هو الشيء ده. 8، محاولة كسر الحصار كشفت الوشوش وفضحت المتواطئين مع الكيان، وبينت لك قد ايه ان اللي جنبك ده واللي المفروض اصلا يبقى اخوك هو ممكن يكون في الحقيقة عدو. 9، الاسطول بيبين ان القضية الفلسطينية مش بس للفلسطينيين، لا دي قضية كل حر وكل شريف في العالم. 10 حاجة ونختم بيها ان دي مش هتكون اخر محاولة، وهيستمر الاصرار على كسر الحصار ده والمحاولة من جديد زي ما جه على لسان المشاركين في الاسطول نفسهم. وانا بالصدفة اصلا قبل ما صار الحلقة ديت لقيت خبر ان في حوالي 10 سفن بيتم تجهيزها عشان تنطلق من تاني وتكسر الحصار، ويا عالم ما يمكن بعد كده نشوف العالم كله رايح ناحيه غزه علشان يكسر الحصار عليهم، ونشوف بدل النشطاء دول رؤساء ووزراء وجيوش كامله. فانا بس جاي اقول لك ما تيأس، هم كده كده ليهم نهايه، وخلي عندك امل في اللي جاي ويقين في كلام ربنا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بس كده، سلام.